السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. تغريد محمد الهادي، الزوج والزوجة بعد 11 سنة. محمد الهادي هتسمعوا دلوقتي تسجيل بصوته بيوجه فيه رسالة لأمه، بيكشف لنا فيها بعد مرور طول فترة التحقيقات والمحاكم واللي حصل كل ده عن معدنه والسبب اللي خلى معدنه بالشكل ده. يعني دي حاجة جميلة جدا، يعني لفت نظري بطريقته في الكلام، ولما أباح بظروفه المعيشية مع والدته أباح بحقيقته وبمعدنه. نسمع الأول صوت محمد الهادي بيقوله لأمه، لأنها أمه تستحق إن كل الناس تردد كلام محمد الهادي على العلن. كان بإيده يقول لها الحاجات دي بينها وبينه في أوضته في بيتهم، لكن هو بيقولها على علن عشان يعرف الناس كلها معدنه، ان هو ليه، ان هو بالمعدن ده عشان اللي امه عملته فيه ده، وقد ايه هو طمران فيه اللي امه عملته من اجله واجل اخواته بعد وفاة ابوه، وبعد ما اتبهدلت واترملت عليه. يعني دي رسالة هيوضح فيها للناس امه عملت معاه ايه وبيردوا لها الجميل ازاي. نسمع رسالة محمد الهادي، بس اتمنى قبل ما نسمع الرسالة فضلا منكم وليس امرا مني انا بدعوكم للاشتراك في القناة. يسعدني جدا 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 ان انتوا تكونوا مشرفيني في القناة، مشتركين عندي في القناة، ودي القناة بتاعتكم كلكم، وتدوسوا على زر الجرس وتفعلوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وتدوسوا لايك عشان الفيديو يترفع بإذن الله. نسمع كلام محمد الهادي الأم وبعدين نحلل الكلام ده ونقول لكم ليه أنا بقول كده، إيه اللي يخلينا أقول كده من الواقع اللي إحنا عايشين. نشوف الهدى يقول إيه ونسمعه وبعدين نتكلم. رسالة بقى المرة دي لحد هو كان هو السبب في اللي أنا وصلت له وهو السبب في اللي أنا فيه. هوجه رسالة لأمي، يمكن لأول مرة بقول لها الكلام دوت، لأن أمي لما اكتشفت الجريمة بكت بكاء عليا ما بكتهوش على أبويا لما مات، الله يرحمه. فأمي أنا كنت عارف أنا بواجه مين، الناس اللي بتقعد تلعب على إن أنا دايما مسكتش تلبس. متعرفوش اللي أنا شفته، متعرفوش اللي أنا كنت بواجه مين. كلكم سمعتوا المتهم وبيقول هو بيساند مين ومين كبير، ومش أنا اللي قلت، هو اللي رجعوا اللقاءات بتاعته وعارفين هتلاقوها فين. أنا كنت شايل حملي ووجعي وكسرة قلبي ونفسي، فوق ده كله شايل أمي الست المكافحة الشريفة اللي كلتها بشرف بعد جوزها ما مات، وفضلت تكمل التعب وكملت التجارة اللي كان أبويا الله يرحمه بيتاجر فيها عشان تربي ولادها، عشان تسطر بنتها، وكملت وشقيت وتعبت فكنت شايلها على كتافي عشان ما تتبهدلش بعد العمر ده كله. أخويا، أختي، كل الحمل ده كنت شايله قصاد اللي أنا بواجهه. فالحسابات كتير وهيجي يوم هكشفها، هيجي يوم هكشفها. فوق ده كله طبعا كانت سلمى لسه، أو البنت الكبيرة لسه، حطيتها عشمان زي ما قلت كتير إن هي تطلع بنتي، في داهية أي حاجة، في داهية حقي، في داهية أي حاجة قصاد إن بنتي. يعني أنا بدور على الولد في الأول. رحت لأمي وأمي قالت لي كلمة عمري ما هنساها، قالت لي يا تعيش راجل زي أبوك معاش راجل ومات راجل، يا تموت راجل وأروح أدفنك وأمشي وأقول مات وهو راجل بيجيب حق. فمن هنا مشيت مشوار. فأنا حابب أقول لأمي أنا عملت اللي أنت قلتيلي عليه، وأتمنى من ربنا أن أكون راجل في نظرك، وإني ما اتنزلتش عن حقي وما خفتش من عبد وخفت من رب العبد، وده كل اللي ساقطي. وسعدت ان انا اجيب حقي بكل الوسائل المشروعة، ما استخدمتش اي اسلوب رخيص، اي اسلوب فيه اساءة، اي اسلوب فيه تطاول على اي حد. اتمنى ان انا اكون يعني انك تفرحي بيا وما تزعليش من اللي حصل فيا، بيحصل في كل حته. هي بتبقى راجعه للتربيه وللاصل
وللتدين. فانا مش معنى كده ان انا مش راجل. الحمد لله انت شايفاني راجل وابن راجل. فهي حابب اقول لها يا رب اكون برد نارك، ويكون قلبك برد وهدي، وانت بتشوفي حق ابنك بيرجع، وانت بتشوفي النار اللي اتكوى بيها ابنك بقت عبارة عن قشرة مع الزمن. فخلاص وقت بسيط وهتتشال وهيرجع جسمي سليم زي ما كان، وتفرحي بيا وتفرحي بحياتي ان شاء الله. وربنا يا رب يقدرني ويرد لك جميلك واكرمك في الدنيا زي ما اكرمتينا بعد وفاة ابونا الله يرحمه. فهي دي الرسالة اللي انا حابب اوجهها المرة دي بالخصوص واختم بيها. انما طبعا كل الناس زي ما قلت لحضراتكم تاج على راسي، وقفوا معايا ومساندتكم، فكتر الف خير يا رب. ربنا يا رب ما يكتبها على اي انسان، ربنا ما يرمي اي حد في اللي انا كنت فيه. كل انسان ظن فيا ظن سوء بناء على معلومة او كلام او مشهد شافه وبعد كده تيقن وتفطن للحقيقة، انا مسامحك لوجه الله. حتى لو كنت اسأت ليا في مكان ما او في كلام ما او في لفظ ما، انا مسامحك لوجه الله. انا عارف انا بواجه مين ومكروههم عامل ازاي وكل حاجة، فانا مسامحك لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ان انا اتمنى الخير لكل الناس، ويا رب يا رب يا رب تفضلوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. دي كانت رسالتي. انا عايزه اقول لك يا هادي بصفتي اختي لك، دي ما كانتش رسالتك انت، دي كانت رساله امك للدنيا كلها. امك هي اللي ربتك بظروفها دي، وكلمه هقولها لها من الواقع اللي احنا عايشين فيه. عايزه اقول لك يا امي، ويشرفني انك تكوني امي ليا. انت تشكري على تربيتك الحسنه والخالقه بالمنظر ده. دي تربيه ما كانتش عاديه، مش زي اي ام بتربي. اي ام بتربي مع جوزها بتربي عيالها، لكن انت ربطيهم بالبهدله والشقه. صنت عرضك وشرفك، عطيتي ولادك اللي انت مش قادره تاخديه من الحنان، عفتيهم عن السؤال وعن المساله، بخلاف طبعا بعض الامهات اللي بتبقى عايشه مع جوزها وتخونه. طبعا يعني احنا في وضع مؤسف، اصبحنا في وضع مؤسف، وفي ستات كتير ما بتسونش عشرة جوزها ولا عيشته. انت مثال وقدوة يا امي لأي ست، اي ست ربنا قدر لها ان هي تعول ولادها بنفسها، بغض النظر بقى عن نوع الاعالة ديت او نوع ان هي الوحدة اللي هي تعرضت لها، ان كونها ممكن تكون ارملة، ممكن تكون مطلقة، ممكن يكون زوجها هجرها وسابها هي وولادها تعاني الحياة الصعبة، أو لأي ظروف مرضية لجوزها، أو أي وضع من الأوضاع اللي احنا بنشوفها حاليا المختلفة. انت أحسن أم، انت قدرتي تربي عيالك لوحدك وتطلعيهم بالأخلاق دي وبالتدين ده. احنا ما عملناهوش كشخص، ولكن شفناه في وقت الشدائد، والإنسان بينجلي بيبقى عامل زي الذهب، وكل ما بتيجي عليه الشدائد بينجلي، بنعرف ساعتها معدنه ايه. من الواضح يا أمي ان انت صبرتي وجاهدتي، علشان كده ربنا ما خيبش ظنك، طلعت لنا مثال محترم زي محمد، شخص ممتاز للصبر، بيصبر عند المصائب. قدرت تطلعي راجل يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله احدا، احتوى ازمات ومصايب صعب انها تنحط على جبال. بصراحة يعني الحق ينقال، صعب انها تنحط على جبال. وانا مش بمدح محمد لكونه محمد، لا، انا بمدح شخصية ومعدن. يعني ظهر في وقت شدة، ظهر في وقت انهيار وهو قوي. يعني ظهر عبارة عن ايه؟ يعني الهموم بتاعته دي لو ارتمت في بحر، البحر ده هيفور ويطوف ميته بطريقة فوران عالي جدا جدا وتخرج بره الجسور والشطوط. لكن الأم مدرسة فعلا، انت أثبتت فعلا الأم مدرسة، قدرت تعلميه ان هو يكون جسر يحتوي ما بداخله، ودي حاجة احنا شفناها، احتوى ما بداخله فعلا. تحية لكل أم ربت بمفردها، دي بتبقى أجمل بكتير أوي أوي أوي، وأعظم مليون مرة من أي أم بتعيش مع جوزها، بيتقاسموا العيشة، بتستحمل معاه، وفي الغالب بترمي عليه المسؤولية. أحيانا بيبقوا أحيانا أب وأم عايشين في بيت واحد ومبيخرجوش أبناء بالجسارة دي، أو بيخرجوا أبناء طايشين ما عندهمش مسؤولية، ما عندهمش حكمة في التصرفات والأفعال. يعني احنا بنشكرك يا أمي،
وانا بحب اقولك تشكري بمعنى الكلمة، لانك انت قدرت تسعدي الناس بشخص يقدر يقف وسط الناس. يعني انا بشكرك وبشكر كل ام بتضحي بنفسها من اجل عيالها. المثال ده مش كتير في بلدنا، مش كتير بمعنى الكلمة، ومش بيتكرر كتير، لان بعض الستات واذ كانوا القلة القليلة منهم بتفضل انها ترمي عيالها لجوزها بسبب شوية مشاكل بينها وبين جوزها او اهل جوزها او معيشية، وتتطلق وترمي عيالها وتروح تتجوز واحد تاني، وتقول لك ايه بتحجج بحجة ايه، كده كده العيال هيكبروا وهيتربوا، وبعد ما يكبروا الواد بيصير ابن مراته، والبنت بتصير بنت جوزها او بتروح بيت جوزها. وانا هفضل قاعدة لمين؟ انا هضطر اشوف نفسي. لكن الحالات اللي حضرتك فيها دي يا حاجة بجد يعني بجد تستحقي مليون اعجاب، تستحقي مليون شكر، تستحقي ان الواحد يقولك ربنا يكسر من امثالك. الناس بتوع زمان دول معدن، وقل هذا المعدن في عصرنا اللي احنا فيه ده، ما بقاش فيه قوة التحمل بتاع اجدادنا وامهاتنا ده. ربنا يجازيك كل خير، ويا ريتك تدعي ربنا في صلاتك ان ربنا يكتر من امثالك، وربنا يجعل الامهات المسلمات والامهات بصفة عامة قادرين على هذه التحمل المسؤولية، ويربوا عيالهم ويكافحوا ويتعبوا بعد موت جوزهم او بعد تعرضهم للشدائد دي. ونقول لك تشكري، ومهما نقول مش هنوفيكي حقك، ونقول لك ربنا يجازيكي كل خير بقدر ما قدمتي، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا. ده كان بس يعني شيء بقى، سمعت الفيديو ده لمحمد الهادي فحبيت ان انا اقوله بطريقتي انا، فنقول له جزاك الله خيرا واصبر. ومش وعايزه اقول لك على حاجه يا محمد يا هادي، انا اختك، بلاش ان انت تفضح اللي فاضل كله، خليه عشان خاطر تبقى العفو عند المقدره، انك قابلت الاساءه باحسان. انت مش محتاج انك تدعم موقفك اكتر من كده، موقفك قوي جدا، اللي عندك عينه عشان تقابل ربنا بيه. ما تطلعش كل شيء في الدنيا عشان ما تبقاش خدت حسابك كله في الدنيا، خلي شيء للاخره. قول له يا رب انا كتمت السر الفلاني اللي كنت المفروض عايزه اقوله عشان خاطر اكشف موقف اللي كانت مراتي او لا، يسترك ربنا علشان خاطر يبقى عليك رصيد يوم القيامه. انت كده كده خلاص، الحاجات دي مش هتفيد القضيه في حل، هتقول ده مثلا حصل وما حصلش وكان وما كانش، الحاجات دي مش هتفيد القضيه في حاجه، لان انت خلاص موقفك بين، وبعدين الكل عارف براءتك ايه. فما تحكيش في حاجات ممكن تسيء بيها، علشان حتى راعي الاطفال اللي كانوا بيقولوا لك فيهم يا بابا، او بلاش يا سيدي دي عشان ما تقولش لا وفين بابا وفين العيال، لا، هقول لك بعشم فيك كاخت، محدش ينقضني في دي. يعني انا بتكلم بمبدأ راعي مشاعر اطفال غالبا ما لهمش ذنب، بس ما يقولوش الشخص كان بيقول على امنا كذا اكيد كان صادق في كذا، فراعي نفسية الاطفال بس. وده كان كلامي. ادعوكم يا ريت تفعلوا زر الجرس بعد الاشتراك وتدوسوا اللايك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.